محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة عن جهود القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى كل الاتجاهات الاستراتيجية خلال أسبوع، حيث تمكنت القوات المسلحة خلال الفترة من 3 إلى 10 من ديسمبر من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية. وأكد المتحدث مقتل عدد 12 إرهابيا نتيجة لتبادل النار مع القوات، بينهم 5 إرهابيين أثناء محاولة الهروب من أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة، مستقلين الدراجات البخارية، و7 أثناء أعمال المداهمات. كما تم ضبط 70 فردا شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أشرف سويلم من شمال سيناء. أشرف، بعد التحية، المزيد من الأخبار والتفاصيل لديك فيما يتعلق بالعمليات وهذه المواجهات مع الإرهابيين. تحياتي. في الواقع كان أهم الضربات العسكرية التي وجهتها القوات المسلحة لتنظيم أنصار بيت المقدس هو الهجوم على معاقلهم الرئيسية على مدار ال 48 ساعة الماضية. أمس وأول أمس تم مداهمة مزارع زيتون بجنوب الشيخ زويد، وتبين أن هذه المزارع هي المعاقل الرئيسية لقيادات التنظيم. طبعا تم ضبط يعني مركز اتصالات اللاسلكية، تم ضبط مخزن ذخيرة تحت الأرض، تم ضبط مخزن للملابس العسكرية الخاصة بداعش أو ملابس عسكرية فلسطينية من مواها، تم ضبط معسكرات تدريب، تم اقتحام مزرعتين امس واول امس. هرب كما علمنا ابو اسامه المصري قائد التنظيم في اللحظات الاخيره عند اقتحام احد المزرعتين. طبعا كان في خنادق تحت الارض. هنا الهروب كان داخل الاراضي المصريه في سيناء ام انه طبعا حدث عن طريق الانفاق او ما تبقى منها؟ الهروب داخل المصيلة، الهروب يعني من المزرعة، يعني كان من المناطق الخلفية المزرعة، في حين يعني تم تصدير مجموعة للاشتباك مع القوات المسلحة. تم مقتل أمس 2 وأول أمس 5 7 كما أشار لي سيادة العميد محمد سمير المتحدث العسكري. يعني ده بالنسبة للعمليات العسكرية. والنهارده طبعا في عمليات عسكرية موسعة حتى طريق رفح الشيخ زويد تم اغلاقه منذ قليل بسبب وجود عبوه ناسفه جايه تفكيكها. عايزين نتكلم على الحدود. طبعا الانجازات العسكريه الناجحه الموجوده حاليا واللي بالفعل بتتطور من يوم الى الثاني، وطبعا هيكون في نتائج مبهره جدا جدا خلال الشهرين القادمين. طبعا الفضل بيرجع فيها طبعا لاخلاء الشريط الحدودي واقامه منطقه عازله وسيطره القوات على المنطقة الحدودية. طبعا دي انعكست بنجاحها الكبير على العمليات العسكرية. طبعا بتجري الآن عملية حصر لمرحلة ثانية سيجري إخلاءها على الحدود بعمق 500 متر. مجلس مدينة رفح حصر حتى الآن قرابة 250 منزل في المرحلة الجديدة. وطبعا المحافظ اللواء سيد عبد الفتاح الخور أكد أمس ان هناك تعويضات صرفت للمرحله الاولى تجاوزت ال 200 مليون جنيه. وطبعا اغلب الاسر تم تعويضها. وطبعا توسيع المنطقه العازله بعد ضبط طبعا 7 انفاق بطول 2 كيلو متر وبعمق 1000 متر هتكون المنطقه العازله. طبعا دي هتسيطر تماما على ظاهره الانفاق، وده بالتالي هينعكس على وبالتاكيد سنتواصل كافه باذن الله. سنتواصل معك حين ورود المزيد من التفاصيل والأنباء. شكرا لك زميل أشرف سويلم محرر الشؤون العسكرية من شمال سيناء.